طبعا ما لكم غرض بالتسريحه، لكن صار لنا 4 ساعات تقريبا واقفين هنا بالحدود. السيطره ما جاي تنطي موافقات انه نفوت الحدود العراقيه السوريه. الشباب جزاهم الله بخير قطعوا الشارع هذا بسيارات القوافل والارتال اللي جاي هنا، والاخوه الساندين لهم والاخوه المشايخ ركوا انه يقطعون السايد الثاني حتى يصير وسيله ضغط عليهم، يتصلون انه يسهلون لنا المرور. انه احنا الساعه 3 الفجر هسه حاليا 45 دقيقه، قبل 45 دقيقه واحنا لسه بعدنا واقفين. ان شاء الله يا ربي نوصل بسلام. نوصل رسالتنا الاخيره انه يا اخواننا خلوا الامور طبيعيه. فدوا اروح لكم. ذيول وأذناب إيران من الشروقية تاركين بلدهم، كل يوم الأمريكي يقصفها، ما خلى مقر للحشد وما فلشوا. تاركين سيدتهم وإلههم إيران تغتصب وقادتها ينكحوا وينحرقوا حرق ودمروا عاليها مع واطيها، وتاركين كل شيء وعلى حدود السورية العراقية. يلا يلا ولدهم حازم، يلا يلا نروح نسوي فيديوهات ونتصور ونجيب هالإعلاميات ونتصور معاهن ومع هالعطوانيين. عيب عليكم، استحوا على شرفكم، عيب عليكم، استحوا على شواربكم، استحوا على ناموسكم، على دينكم، على ضميركم. اذا انكم زلم، هاي الحدود الايرانيه، هاي ايران، روحوا دافعوا عن ايران، روحوا على جنوب لبنان قاتلوا مع حزب الله، روحوا وقاتلوا الاسرائيلي. مكثرين المباقطه ونطب لسوريا والحدود السوريه، ولو الله اللي يصل بيكم لسوريا، غير يرجع 40 وصله، مو وصلتين وثلاثه، يكافي عاد. مكثرين المباقطه والمهايطه، خراي عليكم وعلى ابو عزرائيل، هو اللي علمكم على هالمباقطه والمهايطه.